السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا في الفيديو اللي فات ووصلنا للمرحلة دي في الكود. ماشي، عايزين نكمل بقى. كان عندي اكتر من مشكلة. المشكلة الاولى اللي هو الرو الاخير ده كان كومنت، لان هو عدد الاليمنتس بتاعته مختلفة، اللي هو 3 والاليمنتس عادية في كل الروز 4، وانا هنا كنت محدد 4 فما كانش، او كنت هنا محدد 4 فما كانش ينفع ان انا لو جيت هنا عملت 4 وده 3 فهيديني ايرور في اخر element اللي هو مش هيبقى موجود. ماشي، زي ما احنا شايفين ان ظاهر لي اللي هي deprecated دي، تمام، اللي هي info messages ان هو warning ان الماتيريال state property or بقت او is deprecated and shouldn't be used. وبيديني البديل بتاع اللي هو الويدجت state property all instead. ده لاني حدثت الفلاتر عندي. ماشي، فعشان كده ظاهر لي او اتغيرت يعني في التحديث ده. طيب، اول حاجه خلينا نشيل ده كده. طبعا لو استخدمتها كده عادي، بس يعني في الاغلب او لما بيجي يقول لي deprecated معنى كده ان هي في التحديث الجاي هتتشال خالص. يعني التحديث ده قال ان هي deprecated واداني البديل، في التحديث اللي بعده هي هتتشال خالص. فلو سبتها على كده وجيت حدثت هيديني ايرور بقى ان هي مش موجوده اصلا في التحديث اللي بعد كده، فالافضل ان انا بشيلها على طول. طيب، انا عشان عامل اكستنشن وعشان عامل برضو شويه بروبرتيز كده اعملها في الفي كود بتاعي، بمجرد ما ادوس كنترول اس بيبدلهم وبيعمل فيكس لوحده. يعني ممكن برضو نكتب او نروح للتيرمينال كده واكتب دارت فيكس، هيظهر معايا يعني، او هيحل لي المشكله دي برضو، هيحل لي المشاكل في المشروع كله مره واحده. تمام، دي كان اول حاجه. طيب، نحل مشكله الرو دي ازاي؟ لو جيت دلوقتي ضفت الرو، ماشي اهو، وعملت كنترول اس يعني ان عملنا هوت ريلود. ماشي، انا هنا كنت محدده ب4، هي المفروض 5. فلو جيت حددت 5 كده، ده هنشوف مع بعض. اول ما اخليه 5 اداني ايرور على طول زي ما كنا عارفين. طيب، اعمل ده ازاي بقى؟ المفروض ان الموضوع اصلا يبقى دايناميك اكتر من كده. يعني ايه دايناميك؟ يعني يكون على حسب عدد الروز وعدد عدد الاليمنتس اللي عندي. بمعنى انا دلوقتي محدد الرقم من دماغي لان انا شايفه. طب ليه ما اخليش الكود نفسه هو اللي يحدد الرقم؟ ازاي؟ هاجي هنا اقول له كالكيوليتور. ماشي، هاجي اقول له الكالكيوليتور اللي هو اللينث بتاعي او الحدود بتاعتي هي هخليها بحدود الليست نفسها. تمام، فاقول له كالكيوليتور ليبلز، ماشي، دوت اللينث بتاعها دي كده 5. مش مشكلة، هو المشكلة مش هنا، المشكلة هنا. تمام، هاجي برضو هنا اعدل ده ازاي؟ هاجي اقول له calculator labels of index، لان هنا انا باخد الاليمنت او الليست نفسها ليست بليست، وعايز بقى اجيب عدد الاليمنتس في الليست دي. تمام، يعني انا الرو اللي فوق او معلش الفور لوب اللي فوق، ايوه هي فعلا بتاع الرو، كان بيجيب لي عدد الاليمنتس جوه الليست كلها. تمام، اللي هي الليستس دي. تمام، انما اللي تحت دي اللي هي الفور بتاعت الجي بتاعت الاليفيتد بوتن، ده احنا عارفين ان هي بتجيب لي الاليمنت بتاع كل ليست او الاليمنتس بتاع كل ليست. يعني هنا ده 4 اللي هو الاي سي وتحويل البوزيتيف ونيجاتيف وكده. هنا السبعة والثمانية والتسعة والاكس او الضرب، هنا نفس الكلام. فانا هنا لازم اخلي ده، لان احنا كنا حاطين ده 4، فلما يجي هنا عند الثلاثة ده بيبقى فيه مشكلة في الخانة الرابعة. ممكن الحل البسيط اللي الناس تشوفه ان هو هضيف هنا خانة رابعة وخلاص. ماشي، وهتعامل كده. ولو فعلا عملت ده وحطيت دي 4 هلاقي ان المشكله اتحلت، بس هيجيب لي هنا زرار زياده انا مش عايزه. في ناس تانية تقول لا، انا ممكن اعمل مثلا كونديشن هنا واعمل له سكيب للرقم الاخير واعمل حاله خاصه للزيرو. طب ليه كل ده؟ انا هحلها بحل بسيط اهو. هنيجي هنا، ماشي يا عم الايرور هنحلها دلوقتي. هنيجي نقول calculator labels وهناخد الاندكس ده اللي هو جاي من الاي وهقول له دوت لينث. تمام، بالظبط كده. يبقى انا خدت ايه؟ خدت كل ليست من دي وجبت اللينث بتاعها. فاول ليست كان 4، تاني ليست 4، اخر ليست بقت 3. فهنا يعتبر هنا جت هنا 3 او كتبنا هنا 3. فالموضوع بقى دايناميك اكتر ومعتمد على الكود نفسه مش عليا يعني، فمفيش فرصه ان انا اغلط او اديني ايرور والكلام ده.
تمام. دي كده حلينا المشكله اللي عندنا. بس لو ناخد بالنا المساحات عندي ما كانش متظبطه، حتى من الفيديو اللي فات المساحات مش متظبطه. هنا حتى الزيرو جاي بعيد عن ده وهنا كده، فعايزين نظبط الحته دي. نعمل ده ازاي؟ اول حاجه السايز بوكس اللي تحت ده واخد مساحه من تحت كده، فده مش عايزينه. ماشي، عايزين المساحات تكون قد بعض. تمام. تاني حاجه عايزين المفروض هنعمل ايه؟ تمام، هلغي البادنج اللي هنا. خلينا نجيب الانسبكتور عشان بس نشوف انا بعمل ايه. طيب بس نخلي ده على جنب كده. طيب لو خدنا بالنا اهو الحدود بتاع الزيرو بعيد عن الحدود دي، وهنا الحدود دي بعيدة عن الحدود دي، فالدنيا يعني ايه مش زي بعض خالص. فهنيجي نلغي البادنج ده. تمام. وهاجي اعمل بادنج على الكولوم كله، بحيث لان كل ده جوه الكولوم، فلو ده كل ده لو كل ده خد بادنج خلاص. فاجي اديله بادنج كده. طبعا مش هديله اول، خليه سيمتريك هوريزونتال، واقول له 20 من كل جنب. ماشي، هنا 20 بكسل وهنا 20 بكسل. تمام كده. طيب هلاقي ان في مساحه هنا. ليه المساحه دي؟ لان انا عامل في الرو عامل سبيس ايفنلي، هحولها من سبيس ايفنلي نخليها سبيس بتوين، وشرحنا الحاجات دي في الفيديو بتاع الرو والكول. تمام بقى. تمام كده اتظبطت معايا كده المساحه فعلا اللي هنا. ماشي، الزيرو بقى نفس اللاين بتاع الباترنز بتاعي. طيب عايز برضو اظبط حاجه. خلينا نكبر الزيرو شويه، نخليه مثلا 60 الفونت سايز بتاعه. تمام كده. طيب ايه تاني؟ طيب المشكله عندي دلوقتي ان انا المساحه مفيش مساحه من فوق. طبعا ده مش مهم لان هو كده كده اسود في اسود، فمش هيبان معايا حاجه. المشكله عندي ان مفيش مساحه من تحت. تمام. فعايزين نظبط ده ازاي؟ هاجي هنا برضو في الكولوم، هغير دي من سبيس بتوين اخليها سبيس ايفل. تقريبا يعني عكسنا الموضوع. ماشي، هلاقي المساحات عندي اهي بقى اتظبطت، تبقى شكلها افضل. لو جيت هنا شلت الانسبكتور هلاقي الدنيا افضل. طبعا الزرار ده واخد يعني المفروض ده زرار بزرارين يجي مساحه الاثنين دول، فهنظبط ده دلوقتي مع بعض. تمام. طيب كده تمام لحد دلوقتي. طيب الكونديشن ده انا ممكن ابدله واقول ايه؟ انا عارف انه انا مستخدم الاي هيبقى عندي في اول رو بس، اللي هو ده. تمام، الصف ده. تمام. والجي انا عايز اول 3 elements او اول 3 اعمده. تمام، او columns يعني. تمام. طيب مش ممكن احول ده لعمليه حسابيه اللي هو الكونديشن ده اللي هو اي ايكوال اند الجي اقل من 3؟ ممكن اخد ده واحوله لعمليه حسابيه واجي اقول بدل الكونديشن ده هقول ان الاي زائد الجي اقل من التلاتة. بس لو جيت عملت كده ما هو ده بيبقى بزيرو، وهاجي هلاقي الجي برضو بزيرو، او ده هيبقى بواحد والجي بزيرو، فهيديني هنا واحد. خلينا برضو نوضح ده اكتر. لو جيت هنا قلت مثلا عايز اعرض الاي بلس الجي، ماشي، ده تو سترينج. ماشي. طيب ايوه ظاهر لي ايه 0 1 2، فهلاقي فعلا الكونديشن بتاعي شغال صح، اي رقم اقل من التلاتة مظبوط. بس انا عايز اقول ان الاي لما تنزل صف جديد تبقى بقى ايه رقم جديد. فهعمل ده ازاي؟ هاجي هنا مجرد هاجي اقول الاي في 4. تمام، لان الصف عندي ب4، فكل حاجة عندي هنا طبعا بغض النظر عن الصف الاخير ده هتلاقي عندي فيه مشكله، بس مش مشكله. انا كل صف عندي ب4، فده اللي انا مهتم بيه. فهلاقي فعلا الكونديشن عندي اتظبط وبقى ايه 0 1 2 هو بس الايه، هو بس او اول صف هو اللي شغال. تمام، او هو اللي مظبوط يعني مديله البلاك كلر. فدي كده نعتبر ايه خلصناه. ماشي. طيب بالنسبه للحته دي عايزين نظبط حته الجراي والاورنج والدارك. دارك جراي انا لما حاولت اجرب كده وبتاع فلقيته ان هو الجراي نفسه. ماشي، بس واخد بقى ايه اللي هو الدرجه دي 850. تمام تقريبا يعني. طيب هحول ده ازاي؟ برضو هنشيل اول حاجه الكونست اللي هنا. ماشي، وهاجي بعد كده اقول ايه طيب هنعمل كونديشن هنا بسيط. ماشي، هقول فيه ان لا طيب انا امتى ده الباك جراوند كلر. طيب الباك جراوند كلر امتى عندي بيتلون او امتى بيبقى له لون؟ تمام، بيبقى اللون الجراي في الاول خالص اللي هو اقل من 3، فاقدر اقول نفس المعادله الحسابيه كده. ماشي، لو جيت هنا قلت ده اقل من 3.
تمام، ساعتها ايه خليه جراي. طيب لو هو اكبر من 3 هيبقى عندي معادلة تانية، المفروض يبقى عندي كونديشن تاني، يعني نستد كونديشن او نستد اف. تمام. طيب لو هو اكبر من 3 الفكرة ان عندي الصف ده كله هو البرتقاني بس، الباقي هيبقى دارك جراي. تمام، او درجة الجراي اللي اتفقنا عليها دي. فهعمل ده ازاي؟ هخلي انا يهمني الصف ده والباقي هخليه كله ايه دارك جراي. فهعمل ده ازاي؟ عايز احدد الصف ده. فهنيجي نقول ان انا لو قلت اللهم صل على النبي، لو قلت الاي، طبعا هي معادلة ماشي او يعني زي كونديشن كده بسيط هنظبطه. طيب ماشي، خلينا بس ايه دلوقتي عشان بس ما دخلش الدنيا في بعض. طيب عشان بس ما نعقدش الموضوع، خلينا نرجع ده للجراي نفسه، ناخد ده كوبي. طيب خلي ده كونست. طيب بما اني ظبطت الشكل وكل حاجة، خلينا نرجع ده كمان اهو للايه calculator labels of I هنا of G. طيب هنعمل بقى ايه؟ خلينا نحول دي لميثود او هيلبر ميثود. ماشي، ناخدها كده في جزء لوحدها. تمام، عشان اعرف العب فيها واتحكم فيها براحتي. تمام كده. فهعمل ده ازاي؟ هاجي هنا هقول له extract method اللي هي اول واحده خالص. ماشي، وهنسميها مثلا ايه build. ليه بسميها build؟ لان الميثود ضروري تكون بتبدا، او الميثود او الاكستنشن يعني معلش الميثود او الفانكشن ضروري ان هي تبدا بفيرب او فعل. يعني لازم build get set كده، يعني لازم ان انا اول حاجه ده من شروط التسميه، يعني التسميه الصحيحه لازم تكون تبدا بفعل. فبنقول هنا build لان هي فعلا بتبني لي ويدجت، ونقول ايه مثلا calculator ايه button مثلا. يا رب اكون كاتب كالكوليتر صح، عشان لا كاتبها غلط. تمام كده، اظن كده صح فروق. تمام، هو لو غلط برضو بيصححها لي الحمد لله. طيب تو arguments في حاجه زي كده مش مستاهل. فالافضل طبعا ان انا يكون عندي ده سواء عندي في الميثودز او او الفانكشنز، مش عارف معناها الاكستنشن، في الميثود او الفانكشنز او حتى الكونستراكتور جوه الكلاس. ضروري ده برضو من الكلين كود ان انا اقلل عدد الايه الارجيومنتس بتاعتي. كل لو هي 2 خليها 1، لو هي 4 خليها 2. حاول اقلل دايما ان انا يكون عندي 1، والافضل ان انا ما يكونش عندي طبعا ارجيومنتس خالص. بس في حاله زي كده ضروري يبقى عندي، فهضطر ان انا اعمل ارجيومنت، بس احاول اقلل العدد على قد ما اقدر، 1 أو 2 بالكتير قوي. تمام، فهاجي نقول له اندك او انتجر والاندكس. تمام، طب الاندكس ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الاي، المعادله بتاعتنا اي في ايه؟ في 4 زائد الجي. تمام كده. تمام. طيب هو مديني ايرور لان انا ما عنديش لا اي ولا جي، فهاجي بدل من الحركه دي هقول له اندكس. كده اختصرت الجزئيه دي. تمام. هنا طيب هعمل ايه؟ طيب انا عارف ان الاي هي عباره عن ايه؟ هي مضروبه في 4 صح كده؟ فلو جيت قلت ان الاندكس ده ماشي، هاخد له الاسم الصحيحه على 4 ماشي، وهاجي هنا اقول له الاندكس ده هيبقى عباره عن الاندكس، واخد الايه المودولوس بتاع الاربعه برضه. تمام كده. تعالوا نشوف كده هلاقي ظبطت معايا. طب تاني كده انا مش عارفين برضو ايه الاندكس او الاسم او ايه المودولوس اللي انا عملته ده. تعالوا نشوف مع بعض. لو جيت دلوقتي قلت اندكس ماشي، وهناخد الاسم الصحيحه معلش للاربعه، وقلنا ايه تو سترينج. خلينا نشوف كده بيعمل ايه مع بعض، او الحركه دي بتعمل ايه مع بعض. اهو الاسم الصحيحة على 4. ليه عاملها صحيح؟ لان عملت اسم كده هيديني كسور وبتاع، وانا مش عايز الكلام ده، يعني نص وربع وخمس وثلاث ارباع والكلام ده مش عايزه، عايزين الرقم الصحيح. تمام. فهنا اول صف هيديني صفار، تاني صف هيديني وحايد، تالت صف وهكذا. فده كده معايا الايه، طبعا دي رياضة او يعني عملية حسابية بسيطة يعني. تمام، لان هنا بنضرب في 4، فلما اقسم على 4 هتبقى ايه، هتدينا نفس النتيجة. تمام. الكسور بقى بتبقى ليه الكسور؟ بسبب الجي اللي انا بزوده ده بس مش اكتر. طيب فهلاقي ان هنا عندي ايه، اول صف ابو 0، تاني صف ب1، تالت صف ب2. فده كده بيعبر لي فعلا عن ايه، عن الروز. طيب لو انا جيت قلت المودولوس ده بيرجع لي الباقي مود 4، فلاقي ان هو بيرجع لي فعلا ايه، اول عمود ب0، تاني عمود ب1، تالت عمود ب2 وهكذا. ماشي، فده فعلا الجي اللي هو بالنسبه لي الجي. تمام. فلما اجي دلوقتي ارجعها
ماشي، ونقول ان احنا هنستخدم الكالكوليتور دي، فهتديني فعلا الناتج ايه او الشكل بتاعي المظبوط. تمام. طيب دلوقتي عايزين نظبط حته الايه السيركل بوردر. طيب لو انا جيت دلوقتي برضو معلش خلينا ايه هرجع هنا وهقول ايه ان انا هستخدم طبعا مش لازم القوس ده، بس القوس ده عشان لو هعمل عمليه حسابيه بكتبه. لو عملت تو سترينج كده وعرضت الاندكس، ماشي، الاندكس بتاعنا هيكون عباره عن ايه 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا. هلاقي ان الرقم اللي هو مكان الزيرو او الباترن مكان الزيرو هو عباره عن ايه او رقم 16. تمام كده. يبقى انا ممكن اعمل كونديشن كده واقول ان الزيرو باترن، مش كونديشن، كومنت معلش، زيرو بوتن ايكوال مثلا 16. تمام كده، ده عشان افتكره بس وايه وهنعمله مع بعض يعني، او نستخدم طبعا لو رجعت هيشيل الكون. طيب ماشي، هنيجي نقول كالكوليتر بسرعه كده، هنقول الاندكس تاني اسمه مطور او اسم صحيحه على الاربعه، اسمه مطور ماشي، واندكس موديلس الاربعه. تمام كده. طيب